هل أنتم مع تحريم فريضة الحج؟ يتساءل المراقبون. الشوارع العربية والإسلامية تغلي، تقول لك، وخصوصا مع اقتراب موسم الحجاج أو الحجيج أو الحج في بيت الله الحرام، يقول لك ندفع الأموال للمملكة، ثم تذهب هذه الأموال من آل بيت النبي إلى آل بيت الأبيض، ثم تحول على شكل أسلحة إلى دول في منطقتنا فتقصف الشعوب العربية والإسلامية، ولا سيما في القطاع وفي اليمن. هل باتت فريضة الحج محرمة؟ أيها الحاج أو الحاجة، إن الأموال التي تدفعونها للمملكة العربية السعودية فيها إثم وفيها دم في رقبتكم، وممكن أن يقتلوا فيها عدة أطفال، 10 100 أكثر لكل حاج. يتساءل طبعا مراقبون، والشوارع العربية والإسلامية تغلي وتتساءل حول فريضة الحج عندما تتحول رويع الأموال إلى أسلحة أمريكية تقتل بها شعوبنا. هل حلال أن يقتل الطفل الغزي واليمني إذا كان الصاروخ صنع السعودية؟ يتساءل مراقب.